هي دي السجاجيد اللي انت جايبها بكاسي؟ هي دي؟ مالها السجاجيد اللي انا جايبها يعني؟ مش فاهمك. كل واحد فينا يا بنت على قد حاله. يوه، هو انا كل ما اقول لك على حاجه ما تعرفش تجيبها لي؟ انا زهقت من العيشه دي. بقولك يا اخويا، معكش 50 جنيه عشان الكليه؟ يالا يعني انت داخل من الباب بره عشان تقول لي عايز 50 جنيه؟ طب قول لي ازيك يا اخويا، عامل ايه حبيبي؟ يعني مش كده. يا عم انجزني بقى، جيب 50 جنيه ولا لا؟ ما طلع يا عم ابرز بقى. يا عم ماشي يا عم، احلى 50 جنيه. خد يا عم. ايوه سامية، دي عندي اسمها سامية. احبك يا اخو وانت منزهني بولير. ماشي يا بنو. احمد، ايه يا صافي؟ عايزه 400 جنيه عشان خطيبي جاي النهارده وعايزه اعمل له اكل. يعني انت شايف ان ده وقت ان انت تعزمي خطيبك من غير ما تعرفيني؟ مش حاجه زي دي كنت تعرفيني مثلا قبلها ب3 4 ايام؟ في ايه يا احمد؟ وبعدين مش وقته الكلام ده، انجز دلوقتي عشان هو على وصول وعايزه اخلص. ماشي يا صافي ماشي. ما كمل اول. حماد، في ايه يا بنو؟ هو انت مش ناوي تيجي بال 4000 جنيه بتوع الكليه؟ كل يوم تقول لي بكره 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 وما بتجيبش حاجه في الاخر. ما تجيب يا عم 4000 جنيه. معلش يا بنو والله انا معيش فلوس اليومين دول، فاعذرني بس اليومين دول وانا هتصرف. الدنيا صعبه بس شويه، ما تزعلش مني. يا جدع ما بقتش عيش يا جدع. اعمل ايه بس؟ مصاريفهم بقت كتير والدنيا بقت صعبه. انا لازم اكلم عماد، مش هينفع. الو. الو. يا عمده عامل ايه؟ ايه يا احمد، اخبارك ايه؟ انا الحمد لله تمام يا حبيبي. كنت بقول لك بس يعني، ايه يا حبيبي؟ هو انت فاضي نقعد مع بعض شويه؟ بس كنت عايزك في موضوع كده نتكلم. والله يا حبيب قلبي انا مش فاضي دلوقتي، ورايا شغل كتير. طب ماشي يعني بكره حتى اي حاجه. خلاص سيبها لله، اول ما افضى اكلمك. خلاص ماشي، انا مستنيك تيجي. تمام يا حبيبي. طيب ماشي يا حبيبي، سلام. سلام. المفروض عماد بقى هو اللي يحل الموضوع، هو اخويا الكبير يعني. يا محمد تعالى يا حبيبي تعالى. اتفضل اتفضل جوه. اتفضل يا حبيبي اتفضل. نزيد فضلك يا حبيب قلبي. كان في حاجه ولا ايه؟ والله يا احمد انا قبل ما اجيلك انا مليش وش اصلا ان اقول لك حاجه، بس ملقتش غيرك اللي هيعمل معايا الحركه دي. في ايه يا ابني؟ مالك اول مره تيجي تتكلم بالشكل ده؟ مالك في ايه؟ والدتي تعبت فجاه ومحتاجه عمليه تمنها 25,000 جنيه، وانا معيش غير 20,000 بس. وقفت معايا على 5000 جنيه، وانت الوحيد اللي ممكن تسلفني المبلغ ده. ايه ده الجرس بيرن؟ طب استنى انا جاي لك تاني، استناني. ايه يا عمده حبيبي، اخبارك؟ بالله على الجوع. اتفضل يا عمده. ده محمد صاحبي، شايف حكيت لك عنه قبل كده ولا لا؟ اتشرفت بيك يا غالي. على راسي حبيبي. طب بص يا احمد، يعني هبقى اجي لك وقت تاني. خلاص ماشي يا حبيبي، وانا لو هقدر على حاجه هتلاقيني ببعت لك على الانستا بيه على طول. مفيش مشاكل يا احمد. حبيبي. خلي بالك من نفسك حبيبي. ماشي يا غالي. حبيبي. ماشي، السلام عليكم. ايه يا ابني، انت كنت بتكلمني عايز مني ايه؟ بص يا عماد، انا عايز افهم يعني انت هتسيبني لحد امتى في المدعكه دي؟ جهاز اختك ومصاريف كليه اخوك، طب اقف جنبي ساعدني، ما تسيبنيش كده. مش حاسس خالص ان انت اخويا الكبير يعني؟ انت مش شايلني حمل اكبر من حملي. انا لسه عايز اعيش حياتي ولسه عايز ابني مستقبلي. فهمني الدنيا فيها ايه لو انت مش هتساعدني؟ ايه يا عم احمد انت بتقول ايه؟ انا سامعك من ساعتها عمال تقول ادفع وبتاع، وانا عندي عيال وانت عارف انا بصرف ازاي. حل عني بقى. حل عني ايه؟ وانت بتقول ايه يا ابني؟ انا مش فاهمك. يعني دلوقتي انا عندي هم ما يتلم في البيت يا ابني، انت مصعبها عليا ليه؟ المفروض تقف جنبي اكتر من كده، مش تقول لي حل عني. بص يا احمد، انا ربنا اللي عالم بيا وفي حالي. ربنا يكرمك انت بقى على مصاريفه. سلام. حتى انت يا عماد؟ طب مين هيبقى معايا دلوقتي؟ اعمل ايه يا رب؟ الدنيا صعبة جدا.
بلا إيه تيتا ده؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ ايه يا حبيب قلبي؟ انا تمام يا حبيبتي والله. شايل هم ليه؟ والله الدنيا صعبه والحياه صعبه ومصاريف البيت كتير كتير قوي، ما بقتش عارف اعمل ايه. وانا هقول لك هتعمل ايه. ربنا المعين، ربنا بيعين، ربنا يوقف لك ولاد الحلال. انت شايل البيت ده لوحدك وربنا شايل معاك، يبقى اللي ليه رب ما يفكرش في حاجه تاني. انت بس قول يا رب عيني على اللي انا فيه. يا رب. ها؟ يا رب والله. بقول لك ايه، انا بطلب من ربنا دعوه ليك يا رب. انا بشحت منك الدعوه دي لاحمد ابن ابني، يحميه ويرزقه ويهديه. ربنا يخليكي ليا يا تيتا والله، ما يحرمنيش منك يا رب. هو انا ليا غيرك يا ولا؟ انت اللي بتسال عليا وانت اللي كنت مدلعني، حتى ابوك ما كانش بيسال فيا زي ما انت بتسال فيا. عارف ليه؟ انت ليه؟ يوم ما اتولدت حلو امك كانت تعبانه، فعادوني ليك بقى. اتعودت عليك بقى خلاص. كنت اديك ترضعك وتدوق يدوني، وانت كبرت في حضن اهو وبقيت راجل وزي الفل واتجوزت وشلت هم. عاد شايلني معاك ليه يا ولد؟ ارجع زي زمان بقى. عارف زي زمان اللي فاكر؟ اللي كنت بعمل ايه زمان؟ كنت بتغني لي وتنسيني الهم. ياه يا تيتا، طب فاكر الاغنيه اللي كنت بغنيها لك؟ ايوه كنت بقول لك ايه بقى؟ قول وانا اقول معاك. ماشي، هنشوف ذاكرتك فاكره ولا لا. ليه يا ولا؟ انا كبرت بس لسه واعيه. طب هنشوف. بحلم بيك انا بحلم بيك، وفي أشواقي مستنيك، وما سألتش فيا، يبقى كفايه عليا. عشت ليالي هنية بحلم بيك. انا بحلم بيك. ترارت ترارت. ايه ده الجرس بيرن؟ قوم يا اخويا شوف مين. ماشي يا تيتا بقول يلا. لك ايه، ايه؟ فقت ولا لسه؟ الحمد لله بقيت احسن. يا رب يصلح حالك. قوم شوف مين يا اخويا. ماشي. يا رب يعينه على اللي هو فيه ويقويه. مساء الخير. ايه ده، هو انت هتسيبني واقفه على الباب ولا ايه؟ اتفضلي اتفضلي. بس ايه؟ ايوه انا عايز افهم في ايه بقى. بقول لك ايه، انا عاوزاك تنسى اللي فات كله، وبعدين انا مش جاي اتكلم معاك في القديم. انا عاوزاك تنسى كل حاجه. انا جايلك في شغل. ومن امتى يا داليا كان في بينا شغل؟ ولا ما نسيتيش من زمان اللي حصل؟ بقول لك ايه، ما تشغلش بالك باي حاجه فاتت. انا جايلك في شغل تشتغل عندي وتاخد 50,000 جنيه.